الفيلم بيبدأ على كوكب غريب وبعيد عن المجموعة الشمسية، وبنشوف كائن فضائي اسمه ديك راكب السفينة الفضائية بتاعته ورايح يزور أخوه الكبير كواي. وبنعرف إن الكائن ده من فصيلة قوية جدا اسمها فصيلة إليوتوجا، ودي فصيلة محاربين مهمتهم الأساسية هي اصطياد الوحوش الأسطورية في الفضاء، وده علشان يثبتوا قوتهم ويفرضوا سيطرتهم على باقي الكواكب. ولما ديك بيوصل الكهف اللي عايش فيه أخوه كواي بيلاقيه مش موجود، وبيفهم إنه مختفي لأنه معاه عباية الإخفاء السحرية. فبيقرر ديك يستفزه بالكلام علشان يخليه يظهر ويقتله، وفعلا بينجح في ده، وبيظهر كواي وبيهجم عليه، وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض. وبيبان إن كواي أقوى من ديك بكتير وقادر إن هو يهزمه بسهولة، لكنه ما بيعملش كده، وده لأنه بيحب أخوه ومش عاوز يقتله. ده غير إن هو كان عاوزه يظهر كل إمكانياته وقدراته في القتال. وبعد معركة طويلة بيطلب كواي من أخوه إنه يستسلم علشان ما يضطرش يقتله، فبيرفض ديك وبيصمم إن هو يكمل وبيحاول يهزم أخوه بأي طريقة. لكن كواي بيكون أقوى منه بكتير وبيوقعه من مكان عالي. فبيحاول ديك ينقذ نفسه في آخر لحظة وبيقع على منحدر، ولحسن حظه ما بيحصلوش حاجة خطيرة. فبيطلع لأخوه كواي مرة تانية علشان يكمل القتال، لكن كواي بيرفض يكمل وبيقول له إنه محتاج يتدرب أكتر من كده، ده لأن إمكانياته لسه ضعيفة. وبعدها بياخده للسفينة الفضائية بتاعته وبيصارحه بالحقيقة، وبيقول له إنه مقاتل ضعيف وإن أبوهم زعيم القبيلة بيستعر منه، وده لأنه أضعف واحد في القبيلة، وشايف إنه ما يستحقش يكون محارب أصلا، وده لأن ديك لحد دلوقتي ما قتلش أي وحوش وكمان ما كسبش أي تحدي. والمعروف عن محاربين قبيلتهم إن هم أقوياء جدا، وأصغر محارب فيهم هزم أكتر من 100 وحش. ده غير كمان إن ديك ما أداش القسم اللي بيأديه كل المحاربين اللي بينتموا للقبيلة. فبعد ما بيخلص كواي كلامه بيقرر يساعد أخوه، بيخليه يأدي القسم علشان يثبت ولاءه للقبيلة. فبيقول له إن لازم يصطاد أي وحش ويهزمه ويقدمه لأبوهم زعيم القبيلة، ولو عمل كده هيثبت لوالده إنه قوي ويستحق يكون واحد من أفراد القبيلة. فبيتحمس ديك جدا وبيقرر يصطاد وحش اسمه الكاليسك. فبيتصدم كواي وبيقول له إن الوحش ده يعتبر أقوى وحش في كل الكواكب، وإن هو موجود على كوكب اسمه جينا. وبيعرفوا كمان إن الوحش ده محدش قدر يصطاده نهائي، حتى والدهم اللي يعتبر أقوى واحد في القبيلة ما قدرش يصطاد الوحش ده قبل كده. ده غير كمان إن هو بيخاف منه، علشان كده بينصحه يصطاد وحش تاني أسهل لأنه أكيد هيفشل. فبيرفض ديك وبيصمم يصطاد الوحش ده بالتحديد علشان يثبت لوالده إنه أقوى محارب في القبيلة ويقدر يصطاد أي وحش مهما كان قوي. فكواي بيحترم قراره، وأثناء كلامهم بيتفاجئوا إن والدهم وصل، فبيروحوا يتكلموا معاه. لكن والدهم بيرفض يتكلم مع ديك لأنه متضايق منه، وبيزعق لابنه الكبير كواي عشان ما قتلش أخوه الضعيف. فبيحاول كواي يدافع عن أخوه وبيقول له إن ديك اتغير قوي وبقى أقوى من الأول، وإنه واثق ومتأكد إنه هيقدر يصطاد وحش الكاليسك، وده لأنه عنده إصرار مش موجود عند أي حد في القبيلة. فبيتريق الوالد على كلامه وبيقول له إن ديك ضعيف ولازم الضعيف يموت. وبعدها بيرمي جهاز متطور على ديك، فبيطلع حبال من الليزر فبتكتفه وبيكون مش قادر يتحرك. وبيؤمر كواي إنه يقتل أخوه فورا. فبيوافق كواي وبيقرب من أخوه علشان يقطع رقبته، لكنه بيرجع في كلامه وبيقطع الحبال اللي أخوه مربوط بيها، وبيدخله جوه المركبة الفضائية بتاعته وبيقفل عليه عشان يحميه من والده. وبعدها بيهجم على والده على أمل إن هو يهزمه ويخليه ما يقتلش أخوه ديك، لكن طبعا الوالد بيكون أقوى منه بكتير وبيهزمه بكل سهولة. وفي اللحظة دي بيدوس كواي على زر إطلاق السفينة عشان يخلي ديك يخرج بره الكوكب وينقذه من أبوه. فبيتعصب الأب جدا وبيقطع راس كواي وبيقتله قدام عين أخوه. وساعتها بتتحرك السفينة الفضائية اللي فيها ديك وبيكون منهار على موت أخوه كواي. وفي الطريق بتدخل المركبة الفضائية جوه عاصفة من النار، فبيحاول ديك يبعد عن العاصفة وبيروح على كوكب جينا اللي فيه وحش الكاليسك الأسطوري. ولما بيوصل بيروح يدور عليه في الغابة علشان يصطاده ويثبت لوالده إنه مش ضعيف زي ما هو فاكر، وإنه يستحق يكون محارب من القبيلة. لكن فجأة بتهجم عليه نباتات مفترسة علشان تاكله. فبيحاول ديك يدافع عن نفسه وبيكون مش عارف يقطع النباتات دي لأنها ضخمة جدا. وبالصدفة بيشوف قدامه تل عالي، فبينط فوق جذع شجرة لحد ما بيوصل للتل وبيهرب من النباتات المفترسة. وبيقرر بعدها يبدأ يستكشف الكوكب، وبيدخل مكان في الغابة فيه نباتات مليانة أشواك، فبيتحرك بهدوء علشان الأشواك ما تجيش فيه وتقتله. وساعتها بيسمع صوت واحدة اسمها سيا بتنادي عليه من فوق الجبل وبتحذره من النباتات دي، لأنهم لو سمعوا صوته هيرموا عليه الشوك ويقتلوه. وبتسأله هو جاي هنا ليه، فبيقول لها إن هو بيدور على وحش الكالسك عشان يصطاده. فبتتصدم لأن هي كمان جاية الكوكب ده علشان تصطاد نفس الوحش، وبتعرض عليه إن هم يتعاونوا سوا ويصطادوه. فبيرفض ديك بحجة إن المحاربين القبيلة بتاعته بيعتمدوا على نفسهم وبيصطادوا لوحدهم. ولكن فجأة بيلاقي تنين بيطير فوقه وبيرمي صخور على النباتات دي علشان تحدف الأشواك عليه ويموتوه، وساعتها يجي ياخد جثته وياكلها.
وفعلا بيجي الشوك عليه وبيقع على الأرض وبيفقد الوعي. ولما بيقرب التنين منه بتيجي سيا وبتنقذه، وبتهجم على التنين وبتقدر تقتله. وبعدها بيفوق ديك وبيعرف إن سيا تبقى روبوت، لأنه نص جسمها اللي تحت مش موجود. فبتحكي له إن هي حاولت تصطاد الكالسك كتير، لكنه طلع قوي جدا وقسم جسمها نصين. وبتعرض عليه مرة تانية إن هما يتعاونوا سوا ويروحوا للوحش ده علشان يصطادوه. فبيرفض ديك لأنه عاوز يعتمد على نفسه، ولكن بيتفاجئ إن سيا بتقول له إن هي عارفة مكان الوحش. فبيغير ديك رأيه وبياخد سيا معاه وبيتحركوا في طريقهم. وبتفضل سيا تسأله عن قبيلته واسم الكوكب بتاعه، فبيتجاهل ديك كلامها وما بيردش عليها. وساعتها بيدخلوا مكان مليان تعابين سامة، فبتحذروا سيا من التعابين دي. فبيخرج ديك من المكان ده وبيقص فروع شجرة وبيربط سيا في جسمه، وده علشان يشيلها ويقدر يتحرك بيها بسهولة. وكل شوية لما بيحس بالتعب بيقعد يرتاح. وبتقول له سيا إن هي موجودة على الكوكب ده من سنتين، وبتعرفه إن هي جت هي وأختها تيس، وكان معاهم مجموعة روبوتات علشان يصطادوا وحش الكالسك. وفضلوا يدوروا عليه لمدة طويلة لحد ما وصلوا لمكانه وحاولوا يصطادوه، ولكن الوحش كان أقوى منهم بكتير ودمر كل الروبوتات وقسم جسم سيا نصين. وساعتها اضطرت سيا إن هي تهرب من المكان ده بسرعة، وفضلت عايشة على الكوكب ده على أمل إن حد يجي ينقذها أو حتى يساعدها في اصطياد الوحش. فساعتها بيحس ديك إن هي بتخطط لحاجة. وفي الوقت ده بتكون أختها تيس لسه في مختبر علمي، وبيكون في آلة متطورة بتصلحها لأن هي متدمرة. وبتفضل تيس تنادي على أختها سيا وبتحاول تفتكر اللي حصل لما كانت بتحارب وحش الكالسك. وساعتها بتكلمها مازر، ودي مديرة شركة الأبحاث اللي صنعتها، وبتقول لها إن هي فشلت في مهمة اصطياد وحش الكالسك، وإن هي هتديها فرصة تانية علشان تصطاده، ولو فشلت مش هتصلحها تاني وهتصنع روبوت غيرها عشان يقوم بالمهمة. وبتعرفها إن في كائن فضائي موجود على كوكب جينا، وبتطلب منها تصطاده قبل ما تصطاد الوحش، وطبعا هي تقصد هنا ديك. فبتوافق تيس وبتكون فاكرة إن أختها سيا ماتت لما كانوا بيحاربوا وحش الكالسك. وتاني يوم بيكمل ديك طريقه وبيكون شايل سيا على ظهره، وبيمشي في مكان بيكون فيه نباتات لونها أبيض. وأول ما بيلمس النباتات دي النباتات بتخترق جسمه وبتعوره. فبتقول له سيا إن النباتات دي حادة جدا زي الإزاز، وممكن إن هي تموته لو اخترقت جسمه. وفجأة بيلاقي قدامه حيوان ضخم جدا، فبيقرر يصطاده علشان ياكله لأنه جعان. وقبل ما بيعمل كده بيلاقي قدامه حيوان صغير شبه القرد اسمه باد. فبيتجاهله ديك وبيطلع يجري ورا الحيوان الضخم علشان يصطاده. فبيلاقي القرد باد بيطارده هو كمان. فبيحاول ديك يبعد باد عن الحيوان الضخم علشان يصطاده لوحده، وفعلا بيعمل كده، وبيقسم الحيوان نصين بالسيف بتاعه. وبيكون باد وسيا منبهرين بقوة ديك. وفجأة بيظهر كائن غريب اسمه دودة القمر، وبتلف لسانها حوالين ديك وسيا وبتسحبهم هما الاتنين جوه بقها. وقبل ما الدودة تاكلهم بيجي القرد باد وبيدخل جوه بقها وبيلف حوالين نفسه وبيكسر سنانها. فبتضطر الدودة تطلعهم من بقها تاني. وبيهجم ساعتها ديك على الدودة وبيطعنها بالسيف بتاعه وبيقتلها. وفي نفس اللحظة بتكون تيس وصلت للغابة مع مجموعة روبوتات وبتدور على ديك، وده علشان تصطاده هو ووحش الكالسك. وفي طريقها بتشوف آثار دم ديك اللي بيكون لونه أخضر، وبتقرر إن هي هتدور عليه وتقتله هو الأول قبل ما تروح لمكان الكالسك. وفي آخر اليوم بيقعد ديك يرتاح هو واللي معاه، وبتحكي لهم سيا قصتها مع أختها تيس، وبتقول لهم إن هي سعيدة علشان كسبت أصدقاء زيهم، وبتكون فاكرة إن وحش الكالسك قتل أختها وإن هي ميتة. فبيحكي لها ديك قصته هو كمان، وبيقول لها إن هو منبوذ من القبيلة بتاعته، وإن والده شايفه ضعيف وعاوز يقتله عشان شايف إن ضعفه ده جايب له العار وسط القبيلة. والوحيد اللي كان مؤمن بيه وبيعامله كويس هو أخوه الكبير كواي، ولكن للأسف والده قتل كواي لأنه كان بيدافع عنه وعاوز يحميه. فقرر ساعتها ديك إن هو يجي الكوكب ده علشان يصطاد وحش الكالسك ويقدمه للقبيلة، وساعتها والده يغير رأيه عنه ويتشرف بيه قدام القبيلة كلها. وبنرجع تاني لتيس بعد ما وصلت للسفينة الفضائية بتاعت ديك، وبتلاقي فيها أسلحة متطورة جدا، وبيكون عندها فضول تعرف اسم الكوكب اللي عايشة فيه قبيلة ديك. فبتسرق سلاح من الأسلحة بتاعته وبتخمن إنه رايح يصطاد وحش الكالسك. وتاني يوم بيتحرك ديك وبياخد معاه سيا، وبيقرر يسيب القرد باد وما ياخدوش معاه عشان ما يعطلوش. وبعد شوية بيوصلوا البحيرة وبيلاقي ديك ناب من أنياب وحش الكالسك، فبيستنتج إن الوحش كان بيشرب من البحيرة وبيفهم إن هو قريب. وساعتها بتقوله سيا إن هي جاية من كوكب الأرض، وإن أقوى حيوان على كوكب الأرض هو الذئب. وبتعرفه إن الذئب بيعيش في قطيع، وأقوى ذئب فيهم بيكون هو قائد القطيع واسمه ألفا. وعلى الرغم من قوته بيكون محتاج للمساعدة وبيكون متعاون مع باقي الذئاب. وبتقول له إن المغزى من كلامها ده إن أي حد محتاج المساعدة حتى هو، وإنه المفروض ما يرفضش مساعدة حد ليه، ده لأن التعاون هيقويه مش هيضعفه. وبتطلب منه إن هم يرجعوا ويجيبوا القرد باد
وده علشان يساعدهم في قتل وحش الكالسك. فبيرفض ديك برضه وبيكملوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا لمكان الكالسك. وهناك بتشوف سيا رجلها اللي كانت مقطوعة، فبتاخدها معاها وبتدخل السفينة بتاعتها وتبدأ تصلح جسمها. ولما بتشغل جهاز التتبع بتاعها بتعرف إن في روبوتات جايين الكوكب، فبتطلب من ديك يهرب، لأنهم لو شافوه هيصطادوه هيرجعوا بيه كوكب الأرض، وده علشان يعملوا عليه تجارب. وبتعترف له إن هي كانت بتستغله وجابته لهنا علشان توصل لجسمها. فساعتها بينفعل ديك ويقول لها إن هو مش جبان علشان يهرب، وإنه مصمم يقتل وحش الكالسك مهما كان التمن. فبتقول له سيا إن وحش الكالسك قوي جدا ومستحيل حد يقدر يهزمه، وبتنصحه يرجع على الكوكب بتاعه. فبيتجاهل ديك كلامها وبيسيبها وبيمشي. وفجأة بيلاقي وحش الكالسك جاي ناحيته، وبيلاحظ إنه ضخم جدا وجلده سميك. فبيهجم ديك عليه وبيحاول يقتله، لكنه بيتفاجئ إنه بيقدر يجدد الخلايا بتاعته وبيعالج جروحه بسرعة رهيبة. وساعتها بيضربوا الوحش وبيرميه ناحية سفينة سيا، فبتتكسر السفينة وبيقع ديك على الجهاز التصليح بتاعها، ومش بتقدر تركب رجليها في جسمها. ولما بتقع على الأرض بتاخد سلاح وبتضرب نار على وحش الكالسك، وده علشان تشتته وتبعده عن ديك. فساعتها بيستغل ديك الفرصة وبيقطع رقبة وحش الكالسك، وبيكون فاكر إن خلاص قتله، ولكنه بيتفاجئ إن راس الكالسك رجعت لجسمه تاني. وبيقوم الوحش وبيوقع ديك على الأرض علشان ياكله. فبتيجي تيس والروبوتات اللي معاها وبترمي قنبلة عليهم وبتجمدهم هما الاتنين. وساعتها بيفقد ديك الوعي لأنه مصاب ونزف دم كتير. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط وموجود في سفينة فضائية وقدامه سيا وأختها تيس. فبتتكلم سيا مع تيس وبتشكرها علشان جت تنقذها، وبتقول لها إن ديك مش شرير ولا حاجة، وإنه جاي الكوكب علشان يصطاد وحش الكالسك زيهم. وبتطلب منها إنها تحرره عشان يرجع لكوكبه. فبترفض تيس وبتفهمها وبتقول لها إن هي ما جاتش عشان تنقذها زي ما هي كانت فاكرة، ولكنها جت علشان تكمل المهمة بتاعتها وتصطاد وحش الكالسك. وبتعرفها إن ماذر مديرة المختبر أمرتها تصطاد ديك هو كمان، وده علشان تعمل عليه أبحاث وتجارب، لأن القبيلة بتاعته أقوياء جدا وعندهم قوة جسدية رهيبة. فساعتها بتتضايق سيا من كلامها لأن هي كانت فاكرة إن تيس بتحبها، وبتستنتج إن العلماء اللي في المختبر عملوا عليها تحديثات وخلوها مجردة من المشاعر. وساعتها بتبدأ تيس تاخد عينة من دماغ ديك علشان يعملوا عليه تجارب. فبيصرخ ديك من شدة الألم، وبيقول لتيس إنه لو حرر نفسه هينتقم منها وهيقتلها. فبتتجاهل كلامه، وبتتفاجئ إن سيا بتوقف الجهاز اللي بتاخد بيه العينة عشان خايفة إن ديك يموت. فبتتعصب عليها تيس وبتهددها إن هي هتقتلها لو اتدخلت في شغلها. وبعدها بتنادي على الحارس وبتأمره يحرس الأوضة لحد ما ترجع، وبتسيبهم وبتمشي. فبيتكلم الحارس مع ديك وبيسأله عن اسم الكوكب اللي هو جاي منه، وبيسأله مين زعيم القبيلة بتاعته. ولما بيرد ديك عليه بيكون الحارس مش فاهم كلامه لأنه بيتكلم لغة مختلفة. فبيستغل ديك الفرصة وبيطلب من سيا إنها تخلي الحارس ياخد جهاز متطور وتقول له إن الجهاز ده فيه خريطة للكوكب بتاعه. فبتوافق سيا وبتعمل اللي قال عليه، وأول ما بيمسك الحارس الجهاز بينفجر فيه وبيموت. وساعتها بيتحرر ديك وبيهرب بسرعة من المكان، وبيرجع للسفينة الفضائية بتاعته علشان ياخد أسلحته. ولكن بيتفاجئ إن تيس أخدت سلاحه مش بأي حاجة غير جهاز صغير بيشفي الجروح، فبيستخدمه علشان يشفي جروحه. ولما بيشوف القناع بتاع أخوه كواي بيفتكر كلامه لما حاول يشجعه، وبيفتكر إنه ضحى بنفسه علشان هو يعيش. فبيقرر ينتقم من تيس ويقتلها هي كمان، وبعدها كمان ياخد وحش الكالسك علشان يرجع بيه للكوكب بتاعه ويقدمه لوالده ويثبت له إن هو شجاع. وبعد شوية بيروح يجمع عينات من النباتات والورود اللي شافها في الغابة، وده علشان يعمل منها أسلحة. وفي طريقه بيشوف القرد باد، وبيعرف إنه ابن وحش الكالسك. وساعتها بيعرف إن وحش الكالسك مكلوش لما كان مثبته في الأرض لأنه شم ريحة باد. فديك ساعتها بيعرفه إنه مش هيقتل وحش الكالسك ومش هيصطاده، وده عشان يرد له الجميل لأنه أنقذه لما الدودة الضخمة كانت هتاكله. والأول مرة بيتخلى ديك عن كبريائه وبيطلب من باد إن هو يساعده في إنهم ينقذوا السيا لأنها ساعدته إن هو يهرب وهو عايز يرد لها الجميل. فبيوافق باد وبيروحوا للسفينة الفضائية بتاعت سيا وبياخدوا رجليها المكسورة. وأول ما بيخرجوا من السفينة بيلاقوا رجل سيا بتتحرك لوحدها في اتجاه معسكر الروبوتات اللي فيه سيا. فبيمشوا وراها لحد ما بيوصلوا للمعسكر، وهناك بيهجم ديك وباد على الحراس وبيقتلوا عدد كبير منهم. وفي نفس اللحظة دي بتتكلم تيس مع المديرة مازر وبتبلغها إن هي اصطادت وحش الكالسك، وفي خلال أيام هتجيبه لكوكب الأرض عشان يعملوا عليه تجارب لأنه هو عنده قوة شفاء وتجدد للخلايا. ولما بتسألها ماذر عن ديك بتكذب عليها تيس وبتقول لها إن هي سابته يمشي لأنه هو ضعيف ومش هيفيدهم. فبتتجاهل ماذر الموضوع بتهنيها علشان نجحت في المهمة وقدرت إنها تصطاد وحش الكالسك. وأثناء كلامهم بتسمع تيس صراخ الروبوتات بتاعتها، فبتخرج تشوف فيه إيه. وساعتها بتكون سيا محبوسة في قفص،
وبتظهر رجلها وهي بتتحرك لوحدها وبتهجم على الحارس وبتضربه. وفي الوقت ده بتقدر سيا تفتح باب القفص علشان تهرب، ولكن بتسمع صوت الحراس وبتمثل إن هي عطلانة. وفجأة بتظهر رجلها وبتهجم على الحراس وبتقتلهم واحد ورا التاني. ده لحد ما بتقدر سيا تاخد رجلها وبتصلح نفسها أخيرا وبتقرر تهرب من المكان. فبتشوف ديك والقرد بات وبتفرح لما بتعرف إن هما جايين علشان ينقذوها. وبيعرفها ديك إن باد يبقى ابن وحش الكاليسك، وإنه بيدور عليه من بدري علشان تايه. فبتقرر سيا إن هي تساعدهم في تحرير وحش الكاليسك، وبتتفق مع ديك إن هو يروح يدمر الروبوتات علشان يشتتهم، وهي وباد هيروحوا يحرروا الكاليسك. فبيوافق ديك لأن هو عاوز ينتقم من تيس ويقتلها علشان حبسته. وساعتها بتدور تيس عليه وبيكون معاها مجموعة روبوتات. فبتستغل سيا الفرصة وبتتكلم مع الحارس اللي بيحرس وحش الكاليسك، وبتمثل إن هي تيس وعايزة تشوف الوحش. وقبل ما تكمل كلامها بتتفاجئ إن الحارس عارف إن هي سيا، وبيقول لها إن تيس أمرته يبعت الوحش لكوكب الأرض بعد 3 ساعات. فبتضربه سيا علشان تحرر الوحش قبل ما يتنقل للكوكب. وفي نفس الوقت ده بيوصل جيش الروبوتات لمكان ديك، وبيلاقوه قاعد على الأرض. وأول ما بيقربوا منه بيتفاجئوا إن معاه ورد سام، فبيفجروا فيهم وبيقتلهم كلهم في ثواني. وفجأة بتيجي تيس راكبة مركبة آلية قتالية شبه الروبوت وبتهجم على ديك. فبيحاول ديك يدمر الآلة عشان يخرج تيس ويقتلها، ولكنه بيفشل. وبتقرر تيس إن هي تجمده زي ما عملت قبل كده. ولكن فجأة بيخرج وحش الكاليسك بعد ما سيا هربته، وبيبدأ يهجم على تيس. وبتبان قوته وبيكون من الصعب جدا إن أي حد يقدر يهزمه. فبتمسكه تيس بمنشار كهربي وبتعلقه في الهواء علشان تقتله، ولكن الوحش بيقدر يفك نفسه في آخر لحظة، وبيقلب الآلة اللي هي فيها وبيمسكها وبيبلعها. فبتتضايق سيا لأن هي كانت بتحب أختها وما كانتش عاوزاها تموت. وساعتها بيفرح باد لما بيشوف والدته الكاليسك، وبيقرب ديك منها وبيعتذر لها علشان كان عاوز يصطادها. وساعتها بيبعد وحش الكاليسك عنه، وبيتجمد جسمه وبينفجر. وبيطلع إن تيس لسه عايشة، وإن هي لما كانت في بطن الوحش استخدمت قنبلة تلج وفجرته. فبتحاول سيا تتكلم معاها وبتطلب منها ما تنفذش أوامر مديرة ماذر، وده لأنها بقت شريرة. فبترفض تيس وبتتهمها إن هي ضعيفة، وكل اللي بيحصل ده بسببها. وبتقرر إن هي تقتلها، ولكن قبل ما تعمل كده بيجي ديك من وراها وبيطعنها بالسيف. وساعتها بيقطع الارتباط راسها علشان ينتقم لوالدته. فبتتكلم سيا مع ديك وبتشكره علشان أنقذها، وبتقول له إنه محارب شجاع وقوي. وبيقرروا يتحدوا هما التلاتة ويكونوا فريق. وبعدها بيركبوا السفينة الفضائية وبيروحوا لكوكب ديك علشان يواجه والده. ولما بيوصل بيرمي ديك جمجمة روبوت لوالده، وبيقول له إن قتل وحوش كتير وإنه يستحق يكون محارب من القبيلة بتاعته. وبيطلب منه إن هو يديله عباية إخفاء زي اللي كانت مع أخوه الكبير كواي. فبيرفض والده وبيفضل يتريق عليه وبيقول له إن هو ضعيف، وبيؤمر الحراس بتوعه إن هم يقتلوه. فبيهجموا الحراس عليه وبيقدر ديك يقتلهم كلهم. فبيتعصب والده وبيهجم عليه علشان يقتله، وبيبان إن والده لسه أقوى منه بكتير. ولكن ديك بيكون واثق جدا في نفسه وبيقدر يقطع إيد والده، وبيرمي عليه جهاز متطور فيه ليزر وبيربطه في مكانه. وبيهدده إنه هيقتله علشان ينتقم لأخوه كواي. فبيقول لوالده إنه بيكرهه لأنه ضعيف وعمره ما هيكون واحد من القبيلة أبدا. وقبل ما يكمل كلامه بيجي باد وبياكله، وبيكون حجم باد كبر وبقى ضخم. وبتكون سيا فرحانة علشان ديك أثبت لوالده إنه مش ضعيف. وساعتها بيظهروا باقي أفراد القبيلة وبيكونوا مش مصدقين إن ديك هزم والده زعيم القبيلة. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيلم متنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل الجديد اللي هينزل على القناة يوميا. أشوفكم الفيلم اللي جاي. مع السلامة.